السلام عليكم، مرحبا بالحباب والعزاز، وصحة عيدكم. كل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا. اليوم غادي نشارك معكم الكاطو اللي درناه في العيد. درنا شحال من نوع شحال من موديل، ماشي غير الكاطو، درنا ثاني كريواش مقروض بقلاوه. نبداو بسم الله وعلى بركه الله. الكاطو الاول هو الكعكعات عمار بالكاوكاو واللوز، وزدنا عليه لاروم تاع اللوز باش الكو تاع اللوز يطغى على الكو تاع الكاوكاو. وخيرت الديكور اني نديره بالغوج والكلاصاج في البلون. هي الحبه قدامكم، الديكور الله يبارك، والبنه ثانيك مع ديما نقول فيها. ان شاء الله كل هادو لي موديل في الفيديوهات الجايين غادي نشارككم معكم الوصفات تاعهم. نروحوا للموديل الزوج اللي هو العرايش ولا الهليلات. العقده نفس العقده تاع الكعكات، ومقلاصي نص بالشيكولا ونص الاخر رمدناه بالكاوكاو، ولا الديكور درت فيه ريشه وبنترتها بالدوغي. في لافان جا الديكور ما شاء الله. وها هي الحبه قدامكم. روحوا للموديل الثالث اللي هو عش الحمام ولا لاكاطو القطايف. العقده بالكاوكاو، من بعد ما طاب بات ليله في العسل، من بعد بنسينا بشويه كراميل ورمدناه في القطايف. القطايف كانوا مقليين. في الديكور درنا شويه كراميل في الوسط، خليناه ينشف شويه، وحطينا فوقه حمامه اللي ديجا كنت خادمتها من قبل بعجين السكر، وعقاش تاع البيض الحمام. الموديل الرابع هو صابلي شوكولا. جينا بالكاكاو باش يعطينا الكولير نوار، استخدمت كريمه الزبده ميلونج مع الشوكولا، ومقلاصي بالشوكولا بالحليب. ديكوريته بهذا الموتيف اللي راكم تشوفوا فيه قدامكم، خدمته بعجين الشوكولا والبانسيت الورق تاعه بالدوغي. نقرب لكم الحبه باش تشوفوها غايه. جات الحبه ما شاء الله. روحوا الموديل الخامس، الصابلي بشوكولا بلون، لصقته بكريمه الزبده بذوق لافاني، وفي الوسط درت فيه شويه سيبر كريم تاع الليمون، وقلاصينا بشوكولا بيضاء. والموتيف غيرت هذا الموتيف اللي كتشوفوا فيه قدامكم، تنسيته بكولار غوز، وفي الجنب تاع الورق تاعها درتهم بالدوري. نقرب الحبه ليكم، ها هي كما راكم تشوفوا. من الفوق راني دايره فيه لمسه بلاكري باش تولي الحبه تاع الكاطو سبري. نروحوا الموديل 7، حتى هو صابلي مدور، لصقته بكريمه الزبده بذوق الفراز. في الوسط درت فيه سبير كريم بالفراز، ومقلاصي بشوكولا بيضاء لونه بالغوز. والديكور درت فيه نفس الموتيف اللي درته في الكاطو اللي قبله، غير واش هذا درت فيه غير دوري. قرب لكم الحبه بريونتيته بلاكري. روحوا الموديل السابع، هو صابلي اوفال مقلاسي بالشوكولا بلون، لصقتها بكريمه الزبده بذوق التوت. في الوسط درت فيه ثاني سيبر كريم تاع التوت، مقلاصينه بالشوكولا البيضاء، ودرت فيه لمعه خفيفه بالكولار الموف. اخترت هذا الموتيف اللي راكم تشوفوا فيه قدامكم، درتها بالكولار الموف، وبنسيت الورقي تاعها بالارجنتي. شوفوا الحبه كتجي قدامكم، بصح التصوير خدعني، ما بينليش لي بريونتي تاع الحبه. روحوا لي دو موديل اللي من بعده، بالزوج بالشوكولا درت لي تارتولات عمرتهم بالكاوكاو والشوكولا وسيبر كريم تاع الشوكولا، وديكوريته من الفوق غاناج ميلونج مع كريمه الزبده
ودرت فيه نص حبه تاع بندق وورق الذهب باش يعطينا لمسه. موديل الزاوج على شكل كوريه معمر من الداخل بالشوكولا كاوكاو مع الغوفري والكراميل، بلاصيناه بالشوكولا بالحليب مع الكاوكاو. الديكور درت فيه تاع عيد مبارك اللي ديجا كنت خادمتها بالشوكولا ودرت فيه لمسه بالورق الذهب. ها هو هنا شكلها، شوفوا كيفاش داير. وهادو لي تارتولات. درنا موديل واحد اخر تاع لي تارتولات، غير واش هذاك نوار وهذا بلون، وفي الديكور هذاك بالغاناج وهذا درنا فيه لوزه ومعها ورق الذهب. نروحو الموديل العاشر اللي هو بنيون بالشوكولا البيضاء. العقده مخدومه بالغوفريط والصابلي المرحي والشوكولا والكراميل والنوغا اللي هي حلوه الترك. والتزيين درت فيه ورده مخدومه بعجينه السكر بانسيتها بالدغي. الكاطو هذا ما شاء الله ديكورا وذوقا. شوفوا كيفاش جا داير. نروحوا المعسلات اللي هو حلوة النقاش. العقدة بالكاوكاو بعد ما طاب بيتناه ليلة في العسل، ديكوريناه بحبة تاع لوز. والموديل الزوج المعسلات اللي هو المشوك. جينا تاع مخدومه بالكاوكاو مرمد بالكاوكاو ودرنا فيه الديكور تاع ورده في وسطها حبه تاع كاوكاو. جات الحبه ما شاء الله. النوع الثالث هي البقلاوه مخدومه بالكاوكاو واللوز والعروم تاع اللوز باش تطغى على الكو تاع الكاوكاو. وفي التزيين درت الكاوكاو الاخضر مع ورد الشوش. النوع الرابع اللي هو المقروض سيد المائده مزين بالكاوكاو الاخضر وورد الشوش. في الاخير الكريوش كما راكم تشوفوا قدامكم درنا الموديل تاع السبوله. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. وفي الختام ان شاء الله يكون عجبكم الفيديوهات تاعي ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات ما خير، وشكرا للجميع. تنسوناش بريجام واللي زابوني تكليكوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. سلام.